السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل القرنبيط الجميل ومقرمش وحاجة جميلة كده. يلا نبدأ الفيديو. بسم الله كده ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. متنسيش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واللايك، وقناة اكل زمان في مطبخ ايمان. يلا نبدأ الفيديو. جبت بقى القرنبيطة الجميلة دي، هي مش كبيرة، كان نفسي بصراحة اجيب قرنبيط كبير بس عشان هو لسه طالع فتلاقي القرنبيط كله صغير كده. فجبت بقى القرنبيطه دي وقطعتها وردات كده بالشكل الجميل ده. بصي ما تقطعيش وردات صغيره قوي عشان ما تتهرش معاكي في الميه. وطبعا كمان جبت ربطه الخضره والله مش فاكره دي بقدونس ولا كزبره، بس انا جبت، بس اصلا بتلخبط من الاتنين، بس اكيد هي باينه في الورده بتاعتها. طبعا جبت حله، حطيت حله على النار، اول ما الميه ما غليت نزلت بملح ومعلقه صغيره جدا كمون. تمام. وهنزل بقى بالقرنبيط كده واحده واحده ولحد ما الميه كده تغطيه ويستوي خالص كده. بختبره لا اما بصبعي كده بالراحه يا اما بشوكه. بص، اهم حاجه ما تهروش في السوا قوي عشان لسه احنا هنحمره فما يتهرش منك وانت بتحمري. بس كده كده استوى جميل خالص. هصفيه وانا بصفيه هرش عليه ميه عشان ما يكملش في السوا بتاعه ويتهرى خالص. وهسيبه كده يبرد شويه من الميه السخنه اللي فيه، وبردته طبعا ميه ساقعه. جبت بقى هنا إيه طبقين، طبق فيه دقيق والطبق التاني هو في الصينيه ده فيه دقيق، وحطيت عليه معلقتين نشا. والدقيق اللي في الطبق حطيت عليه ملح، وحطيت طبعا على الدقيق التاني ملح، وهنا شطه، واللي هناك شطه عشان في وهنا فلفل اسمر وهنا فلفل اسمر عشان في اللي في الطبق ده هحط عليه بيضايه عشان ده اللي هحط عليه بيض ولبن عشان هنحط القرنبيط فيه. والتاني هيبقى ايه اللي هو التغليف، يعني الطبقه الناشفه. الطبقه الناشفه هنحط عليها معلقه صغيره خالص بيكنج باودر. تمام. انا حطيت نص معلقه ورجعت حطيت بقيتها، واديها بس كده تقليبه. يعني اللي في الطبق حطيت ملح وفلفل اسمر وشطه وبيضه وبس، ما حطيتش فيه نشا. وحطيت كمان خضره، وهحط كمان كوبايه لبن. واللي في الصينيه حطيت دقيق ونشا وفلفل اسمر وملح وشطه. طبعا عايزه تحطي كركم، بابريكا، الكلام ده كله براحتك. واللي في الطبق حطيت عليه كوبايه لبن بس لحد ما بقى الخليط معايا تقيل، بحيث ان انا احط يعني اما احط القرنبيطه الاقيها اتغلفت مش سايح خالص كده ويقع كله. واروح حاطاه في القرنبيطه واروح مطلعاه على على الدقيق الناشف. عشان الطبقه دي بقى اللي بتعمل الكريسبي، الصوت اللي هو القرمشه بتاعته يبقى عامل زي قرمشه الكنتاكي كده، بتبقى جميله قوي. وما عايزه تستغني عن ان طبقه الدقيق براحتك، بس بتبقى جميله بصراحه. الصينيه كده على النار، سوري، طاسه على النار فيها زيت. نزلت بقى بالقرنبيط واحده واحده كده واقلبه لحد ما خلاص كده استوى معاه، خلص اتحمر وبقى شكله جميل. الف هنا وشفا. كده وصلنا لاخر الفيديو. كانت معاكم ايمان هلال من قناتي ومطبخي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل في الزمان في مطبخ ايمان. عملنا القرنبيط بمنتهى السهوله خالص. تنسيش اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. سامعين القرمشه. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله.